أنا مش عاوزك تقلق، أنا عامل حساب لكل حاجة. يلا يا رجاله. رايح فين؟ انت كده هتموت. حسن! واضح انهم كانوا عايزين يخلصوا مننا احنا الاتنين في نفس التوقيت. هتعمل ايه يا حاج؟ دفنة شريف بكرة بعد صلاة الظهر. انا مش هدفن شريف قبل ما ادفن اللي عمل كده الاول. ما ينفعش يا زين، لو ما كانش عشان خاطر شريف حتة واتقطعت من لحمنا كلنا، يبقى عشان كانوا عايزين يخلصوا منك ومننا كمان. وانا بقى عاوز اخد حقي. انا لازم اعرف اللي عمل كده دلوقتي، ما ينفعش يطلع عليه النهار. دفنة شريف بكرة بعد صلاة الظهر، وشهادة الوفاة هتطلع سكتة قلبية. تنبهوا على كل اللي كانوا موجودين، احنا ما عندناش حد اتقتل. مش عايز سويت، مش عايز سويت. بدل ما تصوتوا قوموا اتوضوا وصلوا وادعوا له. لو سمحتي معلش، عمي سليم عمل حادثة، ممكن تدخلي تبصي عليه؟
اه طبعا. اجمد بقى. زين دعوة حضرتك. يا حاج خير. هجموا على دار الايتام امتى ده حصل؟ النهارده وحصل خسائر، بس الرجاله وقفوهم. الشيخ سلامه في المستشفى. في حاجة كمان حصلت وما كنتش حابب ابلغك بيها دلوقتي في الظرف اللي احنا فيه ده. المخازن، في ضباط راحت هناك وحرب اتكلم معاهم. الظباط من عند مين؟ اللي هو محسن. طب زود الحراسات على الشركات وعلى البيت. اهلا يا سياده اللواء، ازيك؟ وبعدين يا متولي، عاوز ايه يا جلال؟ عاوز اعرف كل حاجه اللي انت عامل حسابها، كم من ضمنها ان الراجل يموت ولا ما يموتش؟ لا، ما كانش من ضمنها انه يموت، بس هنتصرف. هنتصرف؟ لا، هتتصرف. انا غلطان ان انا ما سمعتش كلام هاشم وسيف. انا كان قلبي حاسس انك انت هتودينا ورا الشمس يا متولي. لا يا حبيبي، انت كنت عارف كل حاجه من الاول. احنا ابتدينا مع بعض وهننهي الموضوع ده مع بعض كمان. ايه هتعمل زي العيال وعاوز تهرب دلوقتي وتنفد بجلدك؟ اشتغل يا اخويا. هو انت مش عندك قنوات فضائيه؟ طلع المذيعين بتوعك يتكلموا عليه، اقلب عليه الدنيا قبل ما يفوق. قبل ما يفوق؟ تبقى انت ما تعرفش زين العطار يا حبيبي. انا ههرب، هسيب البلد وامشي لغايه لما الدنيا تهدى والحال يروق والطوفان يعدي. بنصحك انك انت كمان تهرب من البلد وتلم كل اللي حواليك. زين العطار هيقلب الدنيا فوق دماغنا يا متولي.